السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا خبر جديد عن أميرة سمارة يحيى. خرجت عن صمتها النهاردة وكتبت حاجات مهمة جدا جدا هنعرفها مع بعض. يا ريت قبل ما نبتدي خبرنا نضع اللايك ونعمل اشتراك في القناة يصلكم منا كل جديد. وهنعرف مع بعض الآن سمارة يحيى قالت ايه. الجميلة سمارة يحيى منذ قليل على الستوري بتاعها على الانستجرام قالت مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل اللي بتهزلها 7 سماوات. في الناس اللي بتكون مفكرين انهم عارفين في الاخر يطلعوا ولا عارفين اي حاجة عليهم، وكل حاجة تمثيل، بما انه حبل الكذب قصير والتمثيل مستحيل يستمر، والحقيقة ربنا يكشف. انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده عشان في حاجات اللي شفتها يتهزلها عرش السماوات ودي اعراض. اكتفي حسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي، وشكرا شكرا لربنا ان هو نجاني في اخر لحظة. والاميرة سمارة يحيى بتشكر كل الناس اللي وقفت جنبها، سواء شباب سواء بنات، وولاد الحلال اللي سخرهم لها ربنا، ومش راح تنسى وقفتهم معاها. وبتقول انا مختفية الفترة دي لاني مشغولة بالمشاكل اللي انا فيها ومشغولة بنقلي من بلد لبلد، وده طبعا شيء مش سهل وصعب جدا. وطبعا بتقول كمان ان هي تعبانة نفسيا جدا جدا بسبب اللي حصل معاها وبسبب الامور اللي هي عايشة فيها ما يعلمها غير ربنا سبحانه وتعالى. وبتقول الحمد لله على كل حال، ومتأكدة فترة وراح تعدي. اهم شيء اني اخذت درس بتاع حياتي. ده ستوري سمارة يحيى او ده كلام سمارة يحيى النهاردة. هل بتقصد بيها ابو جبل؟ الله اعلم طبعا. هل بتقصد بيه الناس اللي دمرت او خربت بيتها او خربت الحياة بينها وبين ابو جبل؟ منتظرة تعليقاتكم وآرائكم في الكلام اللي سمعتوه من سمارة يحيى النهاردة. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو.